السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنتكلم عن تأويل رقم 30 في المنام. ايه معنى رقم 30؟ وليه بيجيلي 30 جنيه وكل شوية أشوف 30؟ ايه معنى الرؤية دي؟ دايما رقم 30 في الرؤية هو رقم ما شاء الله طيب، يعني مش عايزاك تقلق خالص، ولكن رقم فيه وعد. يعني ايه وعد؟ يعني في حاجة ان شاء الله تتحقق اذا اخدت مثلا ال30 او حصلت عليها، او ان انا عارف ان هي معايا او كده. لان ال30 وعد بالعمل، ان شاء الله هيجي لك العمل اللي انت نفسك فيه، او وعد بالزواج، يعني معناها ان في حد هيوعدك بالزواج قريب. احيانا تيجي وعد بالميراث، يعني في حاجة، في ورث مثلا واقف او حاجة زي كده، ويبدأ ان انت تاخد الورث بتاعك ده. تيجي الحاجة كنت متعشم فيها ان شاء الله تحصل. الناس اللي بترقي نفسها تشوف ان عندها رقم 30 هنا بيجي انك في مرحلة في العلاج كويسة جدا، ولكنك محتاج تكمل. الناس اللي بتعمل رقية بتشوف رؤى كتير فبيجي لها دلالات كتير. احيانا رقم 30 بيدل على ختمة القرآن. يعني جالي قبل كده رؤية ان واحد شاف تعبان قرصه عند رجله، وبعدين دخل الصيدلية سأل اعمل ايه، وبعد كده شاف ان هو ربط رجله زي ما يكون بحزام او حاجه من فوق القدم كده بشويه، والرجل دي ازرقت، وكان طول، يعني الربطه دي كانت على بعد 30 سنتي، هو حاسس كده دي 30 سنتي. فقلت له، وبعد ما ربطتها في الرؤيه خفيت؟ قال لي لا، فضلت زرقاء. قلت له انت في حد نصحك والله تعالى اعلى واعلم انك تختم القران كاملا علشان تشفى من السحر، صح ولا لا؟ قال لي فعلا، وقرأته وانت ما خفتش. قال لي فعلا. فكان التأويل هنا ان هو التزم بختمة قرآن، وده في 30 سنتي. وبتيجي ختمة القرآن في رؤية المقاييس، يعني عدد القرآن بيجي، لان طبعا القرآن 30 جزء، فيجي هنا في المقاييس، يعني كذا سنتي كذا متر الكلام ده. فمعناه ان هو التزم بالقراءة دي، ولكنه زي ما يكون حصر الشيطان في جسمه، ولكنه ما قدرش برضه يخلص منه. معناه ان هو محتاج رقية معينة للسحر، مش ختمة القرآن في الحالة دي. رقم 30 بيجي لكل مظلوم علامة على النصر بإذن الله. انت بتصبر، وممكن تكون محتاج تصبر شوية كمان، ولكن بعد كده ان شاء الله في نصر كبير جدا بعد هزيمة كبيرة جدا انت وقعت فيه. رقم 30 بيجي لكل سيدة تبحث عن الحمل بشرى، ان شاء الله بإذن الله هتحملي، وبإذن الله هتكملي الحمل بتاعك لحد الآخر وتولدي على خير. وحمله وفصاله 30 شهرا، فهنا يدل على بشرى للحمل. رقم 30 بيجي على شخص بيتبشر بالزواج، او شخص بيتبشر بعمل معين، لكنه يعني شوية بياخد وقت. يعني 30 بياخد معايا مش الحدوث اللي بسرعة. لو انت بالفعل صبرت على تحقق الامنية دي، واحدة مثلا اصلا صبرت على الزواج ووصلت لعمر هي بتتمنى فيه وصبرت بالفعل، يبقى هنا بشرى سريعة بإذن الله. ان شاء الله ربنا يحقق لكم كل احلامكم، وان شاء الله دايما تشوفوا كل خير في الرؤى بتاعتكم. ربنا يا رب يحقق لكم كل احلامكم ويبشركم بكل خير. شكرا لكم على متابعتي، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.